الزمالك بيخسر 1-0 ويضيع منه الصدارة ويضيع منه كل حاجة حلوة. بوظ الدنيا في الماتش، يفضحنا بقى. ما يفرقش يا عم، اهدى، امسك نفسك لاخر الماتش عشان تكسب او تتعادل حتى. انما انت كل حاجه فاتحه الصدر. هو ايه ده؟ الدوري المصري مش حكام مصريين يا حبيبي. ده مش ابراهيم نور الدين ولا ابن جندور ولا ابن شناوي ولا الناس دي. اقسم بالله من الناس دي خالص. ما هو انت ولا محمود عاشور مش خالص. انت غير يا حبيبي. انت في حكم صح وتروح. انا معاك ان ضربة الجزاء والله العظيم ما تتحسب، ولا حتى في سوق الجمعة تتحسب، ما تتحسبش. انا معاك ان ضربة الجزاء والله ما تتحسب، بس اهو ما اعرفش حكم يحسبها وحكم لا، بس اهو اتحسبت. بس انت ما مسكتش نفسك، انت ما عرفتش. انت كل الماتش شادد الماتش عليك على نفسك. اسلوب غير لائق على الاطلاق. يعني انت يعني بتشوه سمعة مصر في السعودية. احنا بنعتذر لكل اهل السعودية على اللي عملوه لعيبة الزمالك وجماهير الزمالك والشتيمة وده كله. طب ليه يعني كل ده؟ هو انتوا خلاص كل حاجة فاتحة الصدر عندكم، مش محتاجة اصلا انت بتهري في كل حاجة وتعترض على الحكم، وده انت بتاخد انذارات بالجملة. انت ممكن تضرب الحكم في مصر وما تاخدش انذار، بس هنا اعتراض انذار، ما هو من حقك. احنا انت الماتش الاول كسبته، اشدنا بيك ويا رب تكسب. طالما الاهلي مش في البطولة يا رب تكسب، يا رب تاخد البطولة. بس كون انك يعني انت بنشفق على جماهير الزمالك. اقسم بالله العظيم ان الجماهير اللي لسه كده هيفضلوا كده. اقسم بالله العظيم هيفضلوا كده. هنظل اوفياء يا عم. اوفياء مين يا عم؟ اوفياء مين يا عم؟ يا عم حرام عليك اقسم بالله. طب يا عم ما تعدل من فريقك. طلع يا عم الناس اللي مالهاش لازمه، والناس كلها عارفه مين اللي مالوش لازمه ومين اللي مبوظ الدنيا. طلعوه يا عم، مشوا المدرب اللي اسمه ده جايبه ميدو ده. ما تمشيه يا عم. ده غير الخطه بتاعتك 360 درجه تاني. انا مش عارف انتوا هتفضلوا تقولوا سنظل اوفياء لحد امتى؟ انا معرفش بصراحه. فانت كزملكاوي اجيت تحرق دمك وخسرت وعارف كده، وهتفضل تقول لي سنظل اوفياء ومعلش ممكن الماتش الجاي، وهتخسر الماتش الجاي وتقعد تقول برضو البطوله ومش البطوله دي بطوله وحشه وبطوله ضعيفه. طب يعني انتوا في الاول بطوله حلوه، بطوله صعبه، بطوله اغلى 6 مليون دولار تظبطكم دي على الاخر. بس حلم، حتى الحلم يعني صعب. هو صعب تحلمه. ما انا بقول الحقيقه على فكره، والله العظيم دي بقول الحقيقه على اداء الدوري المستوى وعلى السلوك ده. سلوك بذيء جدا. سلوك غير لائق. لا يليق اصلا بنادي كبير زيكم لو كنتوا كبار. فانا ما شفتش الماتش، ما شاهدتش الماتش، شفت بعد اللقطات. انا كنت شغال وشفت الماتش بعض اللقطات، بس شفت الكراش بقى، الملخص كله. شفت ضربة الجزاء اللي هي بصراحة ما تتحسبش. انت لو انت بقى في فريق كبير وفريق فاهم كورة هتهدى على نفسك. والفريق شباب اقسم بالله في اسوأ حالاته على فكرة، وفي اسوأ حالاته بيكسبكم، وفي اسوأ حالاته بيكسبكم. فهو الماتش كان لازم يمشي بمزاجك. لو اسيرو ده مدرب صح، الراجل ده لو مدرب صح وزي الناس اقسم بالله العظيم على طول كان ظبط كده نص الملعب. ايه ده يا عم على الكوره. وانا مش هعلمه شغلانته. لو جبت واحد زملكاوي اقسم بالله العظيم لا يحط تشكيله احسن من الاسيرو بيحطها. انت ما عندكش حاجه تبكي عليها. يعني انت مستني ايه بقى؟ ما تنزل، خلي الهجوم، خلي خط وسط هجوم برضو، وزود واطلع بقى وهاجم. 1-2 على فكرة. انت كسبان 4 الماتش الأول، يعني هتفرق معاك لو تعادلت الماتش الجاي.
فانت لو خسرت 2 بطل انت كسبان 4، يعني انت دلوقتي املك الوحيد ان النصر يخسر او يتعادل. ده املك الوحيد. لو خسر يبقى ده متفل ليك انت، فل الفل ليك انت. فانا بقول ان هو لازم الزمالك الماتش الجاي. انا مع لازم ايه يعني، ده النصر وبعدين فيها كريستيانو. والله اعلم برضه، عشان مش كريستيانو الراجل مقدم السهاله اصلا، جاي النصر مقدم السهاله. هو فريق النصر فريق مش هنقلل من شأنه، بس في ارضه يعتبر. فانت ما بتعرفش تلعب بره ارضك وما بتعرفش تعمل اي حاجه. فربنا برضو معاك. انا برضو زي ما قلت لك، انا والله العظيم يعني ما اكرهش انك تفوز. انا مش بشجعك ماشي، بس ما اكرهش انك تفوز وتنتصر وتروح للدور اللي بعديه. بس طالما الاهلي مش موجود اكسب، برطع براحتك طالما الاهلي مش موجود. فطبعا دي حاجه لازم تحطها حلقه في ودنك اي زملكاوي. بعد البطوله دي شوفوا لكم حل في نادي الزمالك، شوفوا لكم حل بجد، اقسم بالله شوفوا لكم حل. سيبك بقى من سنظل اوفياء، وسيبك من الزمالك هو دمي ومش عارف ايه وخطان حمر وخطان زرق، والخطان الحمر دول بصوا بقى شوفوا لكم حاجه تاني. انا من رايي تبطلوا تشجيع كوره. لو هتفضلوا على الحال ده والله العظيم ربنا يكون في عونكم. وانتوا يعني في ابتلاء عندكم جامد جدا جدا جدا، وانتوا ربنا عندكم صبر حلو. معرفش بس الصبر ده هيفضل لحد امتى؟ انت الطاقة بتاعتك اكيد هتنفذ. فمعرفش هتفضل لحد امتى. فهو عشان كده بطولة الكاس هيديها لكم. انا بقول لك هيديها لكم، الا اذا الاهلي كان ليه راي تاني ويخلص الماتش من بص بدري يذبح يصلح على طول. ما يستناش بقى ايه يخش بقى الالتحامات وياخد انذار وكارت احمر عشان ما يلعبش الماتش الجاي والكلام ده كله. فلازم الاهلي عشان يتفادى الحته دي وياخد بقى يعمل رقم قياسي في البطولات يعمل كده. والله اعلم ايه اللي في نادي اتحاد الكوره مع حكامه ومع الوزير بتاعه، وربنا يستر. وسلام عليكم.